كرتون النهارده يا اولاد قصته غريبه جدا، بس انتوا ما تنسوش تدوسوا اعجاب وتشتركوا في القناه. النهارده بنجيب لكم قصه من الفضاء. بيجي كائنات فضائيه بتقول احنا عايزين نغزو الارض ومش عارفين نروح فين. ايه رايكم في الولد ده مكان كويس جدا عشان نبتدي منه غزونا للارض. احنا هنبعت له كائن هو هيحبه. وهوبا راحوا عاملين التواليت بتاعه عاملينه كانه بني ادم. قال له ما تخافش مني، انا صاحبك التواليت. قال له ايه ده، اخيرا بقى عندي صاحب وانا عايش كنت لوحدي. قال له انا هاخد بالي منك، ايه رايك احنا نعيش مع بعض في البيت ده. ما تنسوش ان الكائنات الفضائيه دي مضحكه جدا، ونقت حاجه غريبه جدا عشان يعملوها صاحب للولد. والولد ازاي صاحب حاجه زي دي. الراجل بيتفاهم مع الولد، بيقول له ايه رأيك ما تيجي ننزل نجيب حاجات من السوبر ماركت. قال له هنزل معاك بالشكل ده. قال له ماله يا حبيبي، انا بعرف ارقص واعرف اعمل كل حاجة. هوبا وادي فلوس اهي. راح واخد الفلوس واخدين بعضهم ورايحين يشتروا حاجات. عينوا في البيت الجديد. طبعا ايه الكائنات الفضائية عشان تساعد الولد جابت له بيت جديد، بيت جميل جدا. قعدوا يتفرجوا على كل حتة فيه، وجابوا كمان ناس تشتغل عندهم. الولد كان بيعمل تمرينات رياضية عشان يبقى أقوى، والناس زي ما انتوا شايفين اللي شغالين عنده كانوا فرحانين بيه. الولد كان قاعد عيشة مرفهة جدا عشان الكائنات الفضائية عايزينه لغاية ما يبقى تبعهم. وبيجي بعد كده الروبوت اللي معاه ده يبعت للكائنات الفضائية الرسالة اليومية، ويقول ما تقلقش ما تقلقش، أنا دلوقتي قاعد أكتب حاجات جميلة. وهوبا بيروح كاتب لهم ازيكم، احنا دلوقتي سيطرنا على الوضع وعندنا مقر كمان. احنا عايزين بقى نبتدي الهجوم ونبتدي نحول الكائنات الأرضية دي كائنات قوية جدا واحنا نقدر نسيطر عليهم بسهولة. أنا هكتب له الكود بتاع ازاي تحولوا الكائنات الأرضية للفضاء. الولد بقى ابتدى يصاحب ناس كتير بتعليمات من الكائن الفضائي، بيحاول يقرب من ناس كتير عشان يلم ناس كتير حواليه. وساعتها الكائن الفضائي بيبتدي يحولهم. بس لا الأسرة دي كانت الولد اتاخد السجن. هم افتكروه هو السبب في ان الولد التاني يتاخد للسجن. طلعوا يجروا وراه وهو هرب منهم بسرعة. قعد يفكر ازاي انا عايش كنت مع الناس دي. وفي الوقت ده الكائن الفضائي ابتدى يجند الناس اللي حواليه، ابتدى يبص ازاي يقدر يحول اي بني ادم لان هو يبقى تبعه. بس هو لقى البني ادمين مستوى ذكائهم محدود شويتين. راح نده واحد وقال له انت هتتحول تبقى معايا، واداله الحقنة بتاعت التحويل. ومن ساعتها بقى شبهه. ومن حلاوة الفيديو انا بفكركم اهو تاني، ياريت تدوسوا اعجاب وتشتركوا في القناة عشان نكمل فيديوهاتنا الجميلة دي. الكائن ده ابتدى يتحول ويحول كل الناس شبهه. هو بيخوف الناس كلها لان هو بيتحكم فيهم، يقول له اتقلب يروح مقلوب على طول. الولد ده طبعا عايش في كوكب تاني ومش فاهم اي حاجة ومش عارف ايه اللي بيحصل حواليه. هو عمال يحكي له الناس دي زعلانة مني ليه، انا مش فاهم. هو بيقول له ولا يهمك، احنا هنخلي كل الناس تبعنا دلوقتي. هو مش فاهم ازاي يخليهم تبعهم، بس لو فهم اكيد هيبقى مش عاجبه الكلام ده. الكائن الفضائي راح محولهم، قال لهم بصوا انتوا كمان هتتحولوا تبقوا شبهه. انتوا عايزين تبقوا تبعي وانا هحولكوا عشان تسمعوا الكلام على طول. ها كده راضيين ولا مش راضيين؟ انا خليت كل الناس بقوا خلاص تبعي وكلهم بقوا يشتغلوا عندي. هو مبسوط ان الناس اللي كانت بتتخانق معاه دلوقتي بقت تشتغل عنده، بس هو مش فاهم حجم الكارثة اللي هو بيعملها. والناس دلوقتي بقت بتقدم له الاكل وتطبخ له وتنضف له الجنينة وكل حاجة. وفجأة بيشوف الأخبار ويشوف مقر البوليس بيقول الكائنات الفضائية ابتدت تغزو الأرض وابتدت تحول الناس الأرضيين إن هم يبقوا شبههم. ابتدى يدور على أصل القصة وابتدى يدور على الكائن الفضائي اللي هو تبعه. وفجأة لقاه ده محول ناس كتيرة جدا، ده حتى كريستيانو بقى بيتحول بقى شبه الكائن الفضائي. ايه ده كله؟ أنا كنت نايم على وداني ولا ايه اللي حصل طول الفترة اللي فاتت دي؟ ايوه انا دلوقتي كائن فضائي حولت لك كل الكوكب، ولسه مش هخلص، ده انا هحول لغايه ما احول كل الناس يبقوا تبعي، وانت مش هتقدر تعمل لنا حاجه، احنا هنقبض عليك. طلع الولد يجري منهم بسرعه. هو مش هيقدروا يتحكموا فيه الا لما ينيموه ويحولوه زيهم. بس هو عرف يهرب منهم. بس هو الكائن الفضائي قال لهم ما تسيبوهوش، اجروا وراه، ده خطر علينا كلنا.
هو راح الولد مولع لهم في البيت وطلع يجري، وكل الكائنات المتحولة بقت تحاول تقبض على أي حد عشان تحوله زيهم. الولد قاعد في حتة مستخبي فيها وقاعد يتفرج على الأخبار ومش عاجبه اللي حاصل، وحاسس إن هو السبب، لأن هو أول كائن فضائي نزل عنده في البيت. الكائنات الفضائية عمالة تزيد وتزيد وتطلع في الأخبار، وهو مش عارف يعمل إيه. ويقول لهم يا جماعة أنا عايز ألاقي لكم حل. بقوا يحرقوا البيوت ويعملوا كل حاجة، ومقر البوليس بيحاولوا دلوقتي. الولد الصاحب البطل بتاعنا البوليس بيحاول يدافع عن المقر بتاعه، ويمكن يحاول يسيب حتى السجناء يهربوا، بس المهم ان هو اي كمية بني ادمين يهربوا على قد ما يقدروا. كل السجناء هربوا، وفجأة حتى البوليس اتحول. الولد لقى صاحبه ده وقال له تعالى بينا يلا، انا عارف مكان هنقدر ان احنا ندافع عن نفسنا بيه. وراحوا مكان علمي وراحوا المختبر ده. قالوا لهم بصوا بقى احنا عارفين حجم المشكلة بس مش عارفين ازاي نحلها. الاتنين الاصحاب دول قعدوا يعاتبوا بعض، بس هو راحوا في الاخر للعالم الكبير بكابوزا. بكابوزا ده العالم الكبير كان بيقول لهم ما تخافوش، انا عندي الحل، انا عندي روبوت يقضي عليهم كلهم وهم ما يقدروش يتحكموا فيه. وفي الاخر قال لهم بس انا عندي مشكلة واحدة، انا محتاج بني ادم هو اللي يتحكم فيه بمخه، فاحنا هنحطكم انتوا الاتنين في الآلة والمخ بتاعك هيتحكم في الروبوت بتاعنا. الولد فضل قاعد جوه الآلة ويقول لهم خلاص أنا مستعد للتحول. قعد البكابوزة يحولهم، وفي الآخر قعد يدوس خلاص الروبوت اتحكم، وخلاص الولد اتحكم في الروبوت. ده شيء جميل جدا، بس الولد هيفضل قاعد في الآلة طول ما الروبوت شغال. الروبوت نزل على الأرض وقعد يكسر في المتحولين دول، وبقى أقوى منهم بكتير. الولد عارف يتحكم في الروبوت، وعارفين يتحكموا في الكائنات الفضائية. وفجأة راح ضرب البتاع ده على الكائن الفضائي، بس جم أتباعه من البوليس معاهم مسدسات وقعدوا يجروا ورا الروبوت. الولد قال له بص بقى أنا قدرت أتحكم، بس أنا محتاج عدد روبوتات أكبر بكتير. وطبعا العالم قال له مفيش مشكلة، أنا هديلك تحت إيدك تتحكم في كل الروبوتات اللي معايا، بس مهم ننقذ كوكب الأرض الجميل. الراجل ده قاعد يتفرج ويقول إيه ده؟ إيه الروبوتات اللي بتتحكم فينا دي؟ إحنا لازم نهرب منهم بسرعة. والروبوتات دلوقتي بقوا مبسوطين وبقى حاسين إن هم عملوا إنجاز وقضوا على الكائنات الفضائية، بس الكائنات الفضائية ما بتخلصش. وكريستيانو ضرب عليهم النار وفجأة اتحكموا هم فيهم، والدفة اتقلبت. بدل ما كانت الروبوتات هي اللي متحكمة في الكائنات الفضائية، الكائنات الفضائية بقت هي اللي مسيطرة على الروبوتات. ورجعنا تاني لأول الحكاية. ده لقوا مسدس ليزر ويقدر يضرب بيه الروبوتات، بس هنعمل ايه؟ لازم نقاوم بسرعة، لازم ننقذ كوكب الأرض بتاعنا. ايه رأيكم؟ افتكرتوا تدوسوا اعجاب ولا لسه؟ لو نسيتوا ياريت تنزلوا بسرعة تحت تدوسوا اعجاب بالفيديو ده وتشتركوا في فيديوهاتنا التانية. الروبوتات قعدت تتخانق مع بعضها، والراجل اللي من الفضاء عرف ينزل لهم فيروس عرف يتحكم فيهم كلهم، ودلوقتي بقى كلهم مقضي عليهم. والراجل بقى فرحان بنفسه جدا، قال انا عملت انجاز وقريب جدا هعرف اسيطر على كوكب الارض. يا ترى ده عنده حق ولا احنا هنعرف ننقذ كوكبنا الجميل؟ كل ما باني بقت تتحرق والروبوتات بقت ضعيفة جدا. الولد ده بيقول للراجل احنا محتاجين نطور الروبوتات بتاعتنا، محتاجين نحط لهم اسلحة اقوى من كده، محتاجينهم يبقى عندهم لياقة اكتر من كده. بعد تطوير الروبوتات نزلوا تاني الارض يحاولوا ان هم يتحكموا في الكائنات الفضائية، بس كمان الكائنات الفضائية طوروا من نفسهم هم كمان. هو دي حرب قوية جدا، بس محدش هيقدر يحسمها غير في الاخر خالص. انت دلوقتي العالم الفضائي، انت عالم من الفضاء. ايه الشكل المضحك ده؟ لا يا عم انا عايز شكل اقوى كده. يا عم انت مش عارف تعودي، بقول لك ايه انا هدمرك خالص. الكائن الفضائي فجأة بقى كبير وقوي جدا. على الناحية التانية الولد قاعد بيطور في الروبوت بتاعه، بس هو مش عارف ان الكائنات كمان بقت متطورة. هو قال له بص ما تخافش عليا، انا هخش جوه المكنة وهعرف اسيطر على كل الروبوتات.
قال له خدني معاك، أنا كمان محتاج أبقى روبوت. ونزلوا هما الاتنين وقعدوا يضربوا في الكائنات الفضائية وقعدوا ينقذوا في الكوكب، وهم مش عارفين إن لسه في كائنات فضائية من نوع متطور. وفجأة هجمت عليهم الكائنات الفضائية المتطورة، وزي ما شايفين الحرب بقت قوية جدا بينهم. والكائن الفضائي الأساسي الأول هو اللي مسيطر وعمال يدمر في الروبوتات. الولد عرفه وهجم عليه، بس مع كل أسف هو معرفش يقضي عليه واضطر إن هو يهرب. بس الروبوتات اللي مساعدة اللي معاه فشلوا في إن هم يهربوا وخلصوا كلهم. الولد اتصاب إصابة جامدة جدا وبقى مضطر إن هو يفضل قاعد في المستشفى. صاحبه قال له لا، أنا لازم أنتقم لصاحبي، أنا مش هسيبك تموت. وراح أنقذه وقعد يضرب على قلبه لغاية أما قلبه رجع يشتغل تاني. قال له بص، أنا دلوقتي لازم أسيب صاحبي يرتاح، بس أنا هقوم بمهمته وأنا اللي هنقذ الكوكب بتاعنا. قال له أنت شجاع جدا يا ابني، رغم إنك ولد صغير بس أنت شجاع جدا. أنا مش عارف أقولك إيه، إحنا الكوكب بتاعنا مفضلش فيه غيرنا، ولازم نطور الروبوتات لآخر المستوى، لأن دي المعركة الأخيرة بيننا وبين الشر. الشر قرب ينتصر، بس إحنا خير ولازم هنعرف ننتصر في الآخر. وجمعوا آخر رجال الشرطة الأقوياء وهجموا بيهم على الروبوتات الشريرة. والروبوتات الشريرة كمان معاها كائنات فضائية شريرة. اوبا، دي الروبوتات بقت شبه السماعات زي ما انتوا شايفين، بيعملوا طاقة صوتية قوية بتقضي على أي حد شرير. هي دي القوة الخارقة اللي اخترعناها، وهو دي التحكم فينا. العالم الفضائي قال له ما تقلقش على اللي انت شايفه ده، احنا دلوقتي هنعرف برضه احنا كمان نطور نفسنا. حتى بص، راحوا قبضوا على كل الروبوتات، اتحكموا فيهم وخلوا واحد منهم هو اللي مسيطر عليهم. القصة اتطورت جدا وبقت الروبوتات الشريرة أقوى من الروبوتات الطيبة، بقت تسيطر على الطاقة الصوتية اللي بيطلعوها ويقضوا عليهم. الولد هنا بيفوق، بس عارف إن هو مش هيقدر يقضي على كل الكائنات الفضائية لوحده. وصاحبنا هنا فوق من العملية وقع كويس، بيقول للعالم بقولك ايه، سيبني اساعده، انا لازم اساعده دايما، لان احنا طول عمرنا اصحاب ودايما هنقضي على الشر سوا. العالم كان في منتهى السعادة وقال له اخيرا اتنين هينقذوا كوكب الارض معايا، تعال نجرب السلاح الجديد على الروبوت الجديد. بيقول له انا مش هسيب صاحبي لوحده، انا بقول لك ان انا ههجم معاه وهندمر الاشرار، انا اللي نزلتهم على الكوكب بتاعنا، انا مكنتش اعرف ان هم اشرار، بس دلوقتي انا اللي هقضي عليهم برضو. بس الاشرار بقوا منتشرين في كل حتة وما بقيناش عارفين هو ايه مين الشر وفين الخير. الولد ده ابتدى يتكلم معاهم ويقول لهم يا اما تستسلموا يا اما هنقضي عليكم كلكم. هو بيشوف يمكن حد منهم يبقى لسه عنده روح انسانية ويعرف ان هو يستسلم، لكن مع كل اسف الروبوت الشرير مسيطر عليهم كلهم. قعد يحاول يفتكر الايام الجميلة اللي كان بيقضيها مع الولد في البيت عشان يحاول يقنعه ان هو صاحبه. دي حركة خبيثة جدا من الروبوت، احنا عارفين ان هو مش صاحبه ولا حاجة، وان هو هدفه الوحيد هو غزو كوكب الارض. الروبوتات دلوقتي ابتدت تتحكم تاني وابتدت تنمو وابتدت تبقى كويسة وعرفت تسيطر على كل الروبوتات الشريرة. والروبوت القائد بتاعهم قال لهم بقولكوا ايه، احنا لازم ننتصر. وفعلا الروبوتات اللي بتاعتنا الطيبة انتصرت على الشر كله. ايه ده، الناس ابتدت تهرب بس احنا لازم نقضي عليهم كلهم. والولد ابتدى يقول هم وصلوا لغاية المقر بتاعنا ازاي؟ اكيد اتبعوا واحد فينا ومشي وراه لغاية ما وصلوا للمقر بتاعنا. احنا لازم نحصل المقر بتاعنا بسرعة من الاشرار. ادي السلاح الجديد والمسدس الجديد، احنا لازم نستخدمه ضد الشر. احنا دلوقتي اضخم من الاشرار بكتير، والطاقة الصوتية اللي بنعملها مع الليزر اللي بنضربه بيخلي مفيش حد يقدر علينا. ايه الجمال ده كله، ايه الحلاوة دي كلها، احنا دلوقتي بقينا اقوياء، يلا ننقذ كوكب الارض. دي الارض بتاعته بقت ابتدت الشوارع تتشقق واحنا مش عارفين امتى الزلزال الجاي ممكن يحصل. انا هعمل طاقة صوتية وكمان هعمل تلفزيون عشان امتعكم، وطاقة الضوء وطاقة الصوت، انتوا معانا، يلا بينا الصوت والضوء نقضي على الشر.
وفعلا عرفوا يقضوا على كل الشر. بس العالم الشرير لسه عنده فكرة ما خلصتش. خلينا نشوف ايه الفكرة اللي العالم الشرير بيعملها. ايه ده؟ الضوء الاحمر والضوء الابيض الاتنين بقوة واحدة. بس ايه ده؟ ايه المسدسات اللي بيضربوها دي؟ بس طاقة الضوء واضح ان دي طاقة جديدة ولسه الشر ما اكتشفهاش، وعشان كده الخير بينتصر على الشر في الحلقة دي. زي ما انتوا شايفين الخير طول عمره هينتصر. بس المهم الروبوتات بتاعتنا امتى هتكسب وامتى هتحافظ على الشكل الجميل بتاع كوكب الارض بتاعنا، لان الكوكب اتدمر بسبب الهجوم الفضائي اللي عليه. عايزين نرجع الصورة الجميلة بتاعت كوكبنا ونعرف ان احنا نقضي على كل الشر اللي موجود في البلد. انتوا بتعملوا ايه؟ انت اخر واحد، انت القائد الشرير وانا القائد الطيب. ايه الست دي الست متنكرة عشان تقضي علينا وعاملة ان هي طيبة بس هي شريرة. انا اكتشفت ده لوحدي، بس انا مش عارف اعمل ايه معاها. هي دي ليه هي انا كنت فاكر ان الشر ده جاي من الفضاء، ده جاي من كوكب الارض بتاعنا. هي فين الست اللي بتتحكم فيه؟ انا الست الجميلة دي. الله، دي ست جميلة جدا، دي اكيد معانا مش ضدنا. بتقول لهم انا لقيت لكم حل للشر. انتوا دلوقتي عارفين الشر ده انتوا تقدروا تقضوا عليه بطاقة فاهميني؟ دي طاقة جميلة جدا، وفرحوا ان هم عملوا الطاقة دي وعرفوا ان هم يقضوا على الشر. وده اخر روبوت ودي اخر اختراعاتنا. انا هوريها لك وانت تقدري تاخدي الروبوت ده تتحكمي انت كمان فيه. وفجأة قدرت ان هي تعمل ايه ده؟ دي طيبة معانا فعلا، واضح ان هي بتمثل الخير معانا. اخيرا قضينا على الشر كله ودمرنا كل الاشرار، ما فضلش حد فيهم غير لما احنا قدرنا نقضي عليه. ايه ده؟ انت لسه عايش؟ طب خد يلا الحتة الأخيرة في القضاء على الروبوتات والكائنات الفضائية. اضربوهم كلهم ورجعوا الناس لطبيعتها. ايه ده؟ يضربوا في الناس كمان ويضربوا في الروبوتات. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ايه السلاح القوي ده؟ يا ترى هعرف اقضي عليه ولا مش هعرف؟ احنا دلوقتي مش عارفين مين اللي بينتصر، الخير ولا الشر. كل واحد فيهم عمال يطور السلاح بتاعه، بس دايما ده هيبقى الصراع بين الخير والشر، ودايما مفيش حد هينتصر لغاية الآخر. كل مرحلة ولازم نطور نفسنا، ولازم دايما نستعد لأي حد في الأشرار. واحنا عمرنا ما هنقدر ان احنا نقضي على كل الناس، بس لازم نختبر الأسلحة بتاعتنا الجديدة. شكرا.